عدنان الزرفي العراقي الوحيد في حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبحضور رسمي كبير لقادة أمريكا والعالم. كان عدنان الزرفي السياسي العراقي الوحيد الذي سجل حضوره بحفل التنصيب، ليصبح هذا الحضور لغزا يثير تساؤلات عدة حول أسبابه ودلالته. الزرفي وبعد تحوله إلى جدل كبير أوضح موقفه قائلا: حضوري لا يعبر عن أي انتماء سياسي ولا أنتمي للإطار كي يقال إنني مبعوث منه، بل هو جزء من نشاطاتي التي أقوم بها منذ سنوات. كما كشف أنه استغل الفرصة للقاء شخصيات بارزة من الكونغرس ومراكز بحثية، مؤكدا أن علاقاته الوثيقة مع المسؤولين الأمريكيين تهدف لخدمة مصالح العراق. وفي المقابل لاقى هذا الحضور انتقادا لاذعا من السياسي المعروف والنائب السابق عزت الشابندر، الذي اعتبر هذه الخطوة طموحا شخصيا لا يحظى بتأييد الشعب العراقي، قائلا: من لا يرشحه أهله لن يسعفه ترامب. هذه التطورات تأتي وسط غياب واضح لكبار المسؤولين العراقيين عن الحفل، ما أثار تساؤلات حول احتمالية وجود مشاريع أمريكية جديدة داخل العراق، وقد يكون الزرفي جزءا منها. وعما إذا كان هذا الحدث نقطة تحول لمستقبله السياسي، لكن ما يحل هذا اللغز هو وجود الزرفي المتكرر في الولايات المتحدة الأمريكية، التي يحمل جنسيتها منذ خروجه من العراق إبان النظام السابق قبل عام 2003، بالإضافة إلى عمل الزرفي سابقا مع البنتاغون الذي فتح أمامه الطريق لعلاقات جيدة مع عدد من صانعي القرار في الولايات المتحدة الأمريكية.